مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، معكم أنا آريا حاجي في الزاوية البيئية. مستمعينا، سنبحث اليوم في موضوع قطع الأشجار وإزالة الأماكن الخضراء وما هي تأثيراتها على البيئة والإنسان. سنستمع سوية في البداية إلى آراء بعض المواطنين. برأيي ظاهرة قطع الأشجار ظاهرة مضرة بشكل كبير للبيئة والتنوع الحيوي الموجود فيها. طبعا الأشجار عندما تقطع تزول مواطن وموائل كثير من الكائنات الحية، بالإضافة إلى أن الأشجار تعمل على تنقية الجو من الغبار الذري. كميات كبيرة من الغبار الذري تعلق على الأشجار فتمنع من انتصارها في الهواء، بالإضافة إلى أن الأشجار تنقي الجو من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التركيب الضوئي، وبالتالي قطع الأشجار يؤدي إلى تلوث الهواء. بالإضافة إلى أن الأشجار تعمل على تثبيت التربة، فمن خلال جذورها تثبت التربة فتمنع من انجرافها. مشكلة قطع الأشجار نعاني منها كثيرا من أضرارها، يعني يضر بالغطاء النباتي، لأن منظر الأشجار هو مظهر حضاري في أي مكان. الحلول لهذه المشكلة أهمها الحفاظ على الأشجار من القطع العشوائي من خلال إقامة برامج تعليمية لتوعية الإخوة المواطنين. 2. التشجيع على زرع غراس جديدة لزيادة الغطاء النباتي. بعد أن استمعنا إلى هذه الآراء، سنتحدث عن بعض جوانب هذه الظاهرة. تعتبر ظاهرة قطع الأشجار مشكلة عالمية متنامية مع عواقب بعيدة المدى من الناحية البيئية والاقتصادية، وهو عبارة عن تدمير الأماكن الخضراء التي تحدث بشكل طبيعي، وذلك أساسا بسبب النشاطات البشرية مثل قطع الأشجار للحصول على الوقود أو تطهير الأراضي لرعي الماشية وعمليات التعدين واستخراج النفط وبناء السدود. تؤدي الأشجار خدمات عديدة للبيئة التي توجد بها، فهي في المناطق الصناعية تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون كما تمدنا بالأكسجين، وهي في المناطق الزراعية تقوم بالإضافة إلى ما سبق بالعمل كمصدات للرياح لحماية المزروعات، كما توفر الظل وتمدنا بالخشب. وتؤدي الأشجار خدمات أخرى هامة للبيئة، فهي تفقد أوراقها دوريا، وهذه الأوراق الساقطة تتحلل مكونة دبال يغذي التربة ويحافظ على خصوبتها. لقد أدى القطع الجائر للأشجار وتدهور الغابات في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا إلى تدهور بيئة هذه المناطق وتوجهها نحو الجفاف، ويبدو ذلك جليا في المناطق الداخلية في سوريا، لبنان، الأردن، الجزائر، المغرب، تونس والسودان، حيث يلاحظ أثر الجفاف بصورة أكثر وضوحا على النبات الطبيعي والمحاصيل الزراعية وعلى حياة الإنسان. ومن الآثار الضارة للقطع الجائر للأشجار على الإنسان يشمل ذلك عدة جوانب، نذكر منها ما يلي. أولا، نقص كمية الموارد الأولية لكثير من الصناعات مثل الأخشاب والألياف الصناعية والورق. ثانيا، تشرد الحيوانات التي تستوطن الغابات والقضاء على النظام الإيكولوجي. ثالثا، إفقار التربة لتعرضها لعوامل الجفاف. رابعا وأخيرا، تعرض المناطق المحيطة بالغابات المستنزفة للسيول. تؤدي إزالة الأشجار بشكل مستمر إلى تغيرات في مناخ وجغرافية الأرض، وتعتبر من أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومما لا شك فيه أن إعادة التحريج وقطع الأشجار للحصول على خشبها وحماية الأماكن الخضراء أمور أساسية
للحد من زيادة سرعة تغير المناخ طالما أن هذه الأماكن لم تدمر بعد. وللحد من تغير المناخ بفعل البشر نحن بحاجة إلى مواجهة السبب الأساسي، ألا وهو إحراق الوقود الأحفوري وانبعاث الغازات الصناعية في الجو. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم عبر أثير هيفي FM. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.